السيد الرئيس كتحتضن القاعة المغطاة الوحدة اليوم واحد الاحتفالية وكتشهد نهاية الدوري الرمضاني للمصالح الجماعية اللي كتشرف عليه جمعية الأعمال الاجتماعية لمتقاعدي وموظفي الجماعة. إلا أن ما أعطى واحد النكهة واحد الجمالية لهذا الدوري هو ما شهده الحفل التكريمي على شرف البطل أسامة أسد. السيد الرئيس باعتباركم تتبعتم هذا مراسم هذا الحفل، كلمة بهذه المناسبة. وهو الصراحه هذا احنا تنعتزوا وتنفتخروا بهذه الامور هذه، لانها داخله في اطار المواكبه ديال الجماعه والحضور والتحفيز ديال الجماعه. لان تنعرفوا تنسمعوا للشارع والمواطن، لان احنا المواطن تيبغي تكبر به، وحنا الحمد لله هذه الكلمه ديال تكبر به هو الشعار ديالنا في هذه الولايه. حيت حنا الحمد لله كجماعه كمكتب الحمد لله مكونات المجلس تنتبعوا جميع الحمد لله جميع الانجازات ديال سواء كانت في الرياضه ولا في الثقافه ولا في الفن ولا في المسرح، وتنحاولوا نواكبوهم ونوقفوا معهم. ولا كذلك في التجويد، مثلا نهار الاحد ان شاء الله غادي نحضر المسابقه ديال التجويد الحمد لله. وهذا الشيء لاحظتوا قنيطره الحمد لله كان وقع فيها واحد التحول، ولات واحد الديناميه، وهذه الديناميه الحمد لله هي الروح اللي كنت نتكلم عليها دائما. هذه الروح اللي احنا محتاجين ليها، لان هذا الظلام اللي كاينه في المدينه هي اللي خلات الانسان دابا ناشط، الانسان ولا باغي يدير الرياضه ولا باغي يدير المسرح ولا باغي تيتنافسوا باش يولوا ابطال، والحمد لله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دونك الحمد لله حنايا كمجلس ما يمكننا الا نفتخروا. اولا حنا الحمد لله حنا حضرنا المسابقه ديال اللي نظمتها الجمعيه ديال الموظفين المتقاعدين ديال جماعه القنيطره. حضرنا اليوم لمقابله النهايه، والحمد لله تدوز اجواء الرياضيه. كذلك قمنا بتكريم البطل اسد اسامه اسد بمناسبه التاهل ديالو لاولمبياد باريس في المصارعه. والحمد لله اللي تا هو لا هو المدرب ديالو ولا الطاقم ديالهم، واللي الصراحه عبروا على السرور ديالهم وعلى الفرحه ديالهم بهذه المناسبه. وهذا الشيء الحمد لله ما غادي يزيدنا الا الحمد لله دائما عمل وجد باش ان شاء الله نزيدوا بالمدينه ديالنا لما هو احسن. إذا تم اليوم تكريم بطلين من أبطال المصارعة بعد ما غابت هذه التكريمات لسنوات بحق مدينة قنيطرة في بداية أواخر السبعينات والثمانينات. كانت تشهد تكريم النجوم في هذا النوع من الرياضة، إلا أن هذه الرياضة تراجعت إلى الوراء لسنوات قبل أن تعيد بريقها من جديد وتحقق ألقاب البطولة الإفريقية وكذلك التأهل مباشرة للأولمبياد فرنسا. وفعلا كما قلت السيد الرئيس على أن المجالس اللي تعقبت على مدينة القنيطرة لم يكن يهمها من الثقافة والرياضة إلا ميزانيتها. والحمد لله للحقيقة والتاريخ على أنكم منذ توليكم المسؤولية ديال هذا المجلس انتعشت الرياضة، ولو على كل حال كتبقى 80% 90% في انتظار تحرك السيد الرئيس والالتفات إلى باقي الأندية الرياضية. كنشكرك السيد الرئيس على حوارك الصريح، والى فرصه قادمه بحول الله. شكرا لكم. شكرا.